السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ أول الفيديو بتاعنا بخبر عن نادي الزمالك أو الأهلي والزمالك. الصحفي مجدي الغنيمي: مباراة ودية بين الأهلي والزمالك ستقام في العراق يوم 13 مارس، والناديين يتقاضون مبلغ مغري في مباراة. وفعلا وإدارة الأهلي وافقت. ماشي، أيوة، إدارة الأهلي وافقت. ماشي. عمرو وهبة يحتذر عن منصبه مدير تعاقدات بنادي الزمالك عبر الفيسبوك. اهدوا بس. طبعا كلنا شفنا الفيديو المنتشر لكريم فؤاد وهو في اليابان وكده، وبقي ترند مصر. مش عارف انا، الناس بتطلع ترندات باليابان بس، يلا ماشي. غضب داخل النادي الأهلي بسبب تجديد إصابة طاهر محمد طاهر، ولجنة التخطيط تعرض على لجنة تخطيط الكورة في النادي الأهلي بالرحيل بسبب ملف إصاباته منذ انضمامه للقلعة الحمراء. هيمشوه مسيو. طبعا الإعلام بتاع النادي الأهلي اللي كان فيه مين؟ وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وسيد عبد الحفيظ ومحمد بركات وعلي معلول ووليد سليمان وجilberto ومحمد شوقي وياما. فده يعني إعلان بسم الله ما شاء الله، وإبداع مباشر إن تريكة في مصر. كده يا جدعان خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده.